الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، طبعا جهد كبير مبذول في مراكز الشباب وخاصة مركز شباب بسنديلة بقرة الافتتاحات في الخطة الاستثمارية 23-24. تحب حضرتك تقول ايه؟ طبعا اهلا وسهلا بحضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين احنا النهارده داخل اداره بلقاس، تحديدا في مركز شباب بسنديله. ده احد المراكز اللي تم تطويرها ضمن الخطه الانشائيه التابعه لوزاره الشباب والرياضه. النهارده طبعا هيشرفنا بالحضور لافتتاح الملعب والمبنى الاداري الاستاذ الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه. زي ما حضراتكم شايفين ده احد اصرح وزاره الشباب والرياضه ضمن خطه كبيره بتدعمها وزاره الشباب والرياضه حتى عام 2026. هيكون ان شاء الله تم تغطيه ورفع كفاءه جميع الملاعب الخماسيه على مستوى الجمهوريه. بتحظى طبعا محافظه الدقهليه ب 435 مركز شباب. طبعا ده عدد كبير جدا من المراكز. في مرحله اولى تم فيها كانت مركز شربين تم فيها رفع كفاءه مراكز الشباب بالكامل وبعض الملاعب الخماسيه والملاعب السباعيه. ان شاء الله عندنا حوالي 237 مركز شباب، يعني عدد كبير جدا من المراكز في المرحله الثانيه ل5 مراكز اداريه داخل محافظه الدقهليه. عشان كده من خلال حضراتكم طبعا بنشكر الدوله المصريه متمثله فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادره العظيمه والكبيره والمهمه، مبادره حياه كريمه، اللي رفع مش للشباب والرياضه بس كل البنيه التحتيه. زي ما حضراتكم شايفين في قريه بسيطه داخل مركز بسنديله، وشايفين ملعب متميز جدا، شايفين طرق وصرف صحي متميزين، شايفين حاجات جميله جدا بترعاها وزاره الشباب والرياضه بالتزامن باذن الله مع خطه الدوله. طبعا المركز الشباب في عدد كبير من الشباب ومن الطلايع اللي بيتم تنفيذ ليهم بعض البرامج والانشطه المختلفه والمتميزه من الثقافيه طبعا والدينيه والتدريبيه تحت رعايه مديريه الشباب والرياضه. ان شاء الله نامل بعد افتتاح المركز باذن الله يتم تفعيل كل الانشطه وكل البرامج اللي ما كانش ليها في الوقت السابق حظ داخل المركز لتنفيذها بعد وجود ملعب امن. الملعب طبعا تم تنفيذه من الهيئه العربيه للتصنيع بسند من وزاره الشباب والرياضه. الملعب 3140 متر بتكلفه 2 مليون جنيه، تكلفه انشائيه من وزاره الشباب والرياضه. بشكر طبعا حضراتكم وان شاء الله نلتقي في افتتاحات اخرى. شكرا.